يا صباح الفل والورد والياسمين، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. انا اختكم اميرة من قناة اميرة في بيت. لو انت اول مرة تشوفيني او تزوري القناة بتاعتي، ما تنسيش تخشي على القناة كده تعملي لفة على الفيديوهات كلها، وان شاء الله هتعجبك وتبقى عند حسن ظنك. ما تنسيش برضك تعملي اشتراك، تكتبي لي كومنت حلو منك كده يدعمني ويقويني، عشان الفترة الجاية فترة صعبة. انا معايا فاضل لي 3 شهور واكمل السنه، فنفسي ان شاء الله ان شاء الله خليها للفتره دي نكون قفلنا ال1000 مشترك وقفلنا ال4000 ساعه مشاهده، علشان نبدا بقى ايه القناه تكبر ان شاء الله بيا وبيكم باذن الله. فدعموني كتير، عايزاكم تبصوا ان تدعموني كتير كتير جدا. فيلا بينا بقى نخش على الفيديو ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بص، طبعا هو ده يا صباح الفل وكل حاجة، بس ده الروتين بتاعي أول ما رجعت من الشغل طبعا. فحطيت شوية لبن كده، كنت جايبة نص كيلو لبن، قلت ايه اشرب كوباية نسكافيه كده حلوة تعدل دماغي قبل ايه بقى ما ابدأ بقى في الروتين بتاعنا النهاردة جايلكم في فيديو جديد كده. كله نشاط وتشجيع، هيخليكي تقومي كده، بصي تبقى عاملة زي النحلة عمالة تلف في الشقة. هيشجعك كويس جدا. والروتين ده هينزل لكم طبعا الصبح اول ما تصحي من النوم كده، تفتحي عينك على التليفون هتلاقي الروتين بتاعي نزل لك، تتفرجي عليه بقى وانت بتفطري وانت بتشربي الحاجه السخنه بتاعتك الصبح كده. وبعدين تبداي ايه، تلفي في الشقه بتاعتك بقى، تبقي نشيطه كده وتتشجعي بالروتين اللي احنا هنعمله النهارده مع بعض. زي ما قلت لكم برضك ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اثبت ميعاد الفيديوهات بتاعتي خلاص ان شاء الله. هنحاول بقى نثبتها يبقى كل يوم الصبح او حتى يوم ويوم هتلاقي في نفس الميعاد ان شاء الله الفيديو نزل لكم. خلاص بقى نبدأ نقول بسم الله كده. عملت بقى حبة النسكافيه بتوعي زي العسل دول، بضربه بالمضرب زي ما انتم عارفين. وجبت ايه قرصتين كده. بصوا انا يعني انا عندي جيران زي العسل والله العظيم. انا كنت قاعدة ولا على بالي ولا على في اي حاجة، لقيت جيراني جنبي، يعني حتى مش في العمارة معايا، في البيت اللي جنبي يعني، عاملين قرص كده حلوة اللي هي الفلاحي الحلوة دي بالسمنة البلدي واللبن الرايب. فلقيتهم ما شاء الله كل واحدة بعتلي كيس كده فيه 5 قرصات 6 قرصات كده. يعني بصوا، يعني مش هنلاقي جيران زي كده في اي حتة بجد. يعني ربنا يا رب يديم المعروف بيني وبينهم، ويخلي لكم برضك حبايبكم اي حد انتوا بينكم وبين بعض معروف، ربنا يا رب يديم المعروف بينكم وبين بعض. خلاص بقى انا عايزه اقول لكم، خلاص بقى احنا خلاص شربنا النسكافيه وكلنا حته القرصه كده. راجعه من الشغل هفتانه طبعا وتعبانه. فقلت لا طبعا انا بصوا اول ما بفتح الكاميرا، حتى سلمى لسه قايله لي النهارده يا ماما اول ما بتفتحي الكاميرا بحس ان انت نشيطه كده وبتعملي كل حاجه بسرعه، وبتبقي عايزه تعملي الحاجه ونشيطه. خلاص بقى في الكاميرا او مكسره اصور، بصوا بيبقى الواحد فعلا عنده خمول وعنده كسل. فانت بقى يعني شوفي ايه اللي بيشجعك، يعني شوفي فيديو هيشجعك هتقومي تعملي حاجة. مثلا بتحبي تقعدي ممكن تقري قرآن، ده بيشجعك تقومي تقري قرآن او تقري سورة كده وتتشجعي. كل واحد بيبقى ليه حاجة بتشجعه ان هو يقوم يخلص اللي وراه. انا بقى رجعت من الشغل شربت نسكافيه واتشجعت، قلت لها بقى ايه انا مش هكسل، هفتح الكاميرا كده ونصور. عندي بقى البنات الاتنين يعني تعبانين جدا والله، عايزاكم تدعوا لهم وتكتب لهم في الكومنتات. هما بيعرفوا يقروا، يعني ما شاء الله سلمى عندي كبيرة في أولى إعدادي وساجدة في تانية ابتدائي بتعرف تقرا، فهم هيقروا الكومنتات بتاعتكم. سلمى وساجدة اكتبوا لهم بقول لهم ألف سلامة وربنا يطمنا عليكم والكلام الحلو بتاعكم ده. عندهم هما الاتنين زي تلوث يا إما نازلة معوية، أنا والله ما عارفة أحدد. احنا ما كشفناش، احنا بس بناخد علاج. هما الاتنين اول امبارح صحيوا كده عندهم سخونية جامدة وبطنهم وجعاهم، وطبعا الحمام بقى كتير وترجية بقى وحاجات كتير. مش عايزة اضايقكم والله، يعني بصوا عايزاكم كده تدعوا دعوة حلوة. يعني مش بياكلوا. يعني حتى قلت لهم طب القرص اللي جات لنا من عند الناس الغريبة دي ناكل حتتين قرص كده خفاف كده يبقوا حلوين. برضك مفيش، جبت لهم بقسماط بقى وقرص زي ما انتوا شايفين كده، البقسماط والباتون ساليه بالكمون عشان معدتهم، برضك مفيش. فجيت من الشغل برضك باباهم قال لي هم مش عايزين يفطروا. مفيش، حتى جايبه لهم جبنه اللي هي البراميل الحادقه. حته قرصه كلي طيب بقسماطه مع حته الجبنه. بطنهم بتوجعهم جدا، مجرد ما بياكلوا حاجه بطنهم بتوجعهم قوي. فقلت لا اعمل لهم حبه شوربه خضار كده حلوه خفيفه ياكلوها كده عشان كانوا لسه مش عايزين يفطروا.
وبعدين بقى اخر النهار نشوف احنا هنتغدى ايه. فاول ما دخلت وشربت نسكافيه، جبت حبة خضار مشكلين كده حلوين، كوسة وجزر، وكان عندي فاصوليا خضرا في الفريزر. وقلت بقى ايه اعمل شوربة خضار. حطيت معلقة سمنة كده في الحلة او زبدة او سمنة بلدي، ونزلت فيها بالخضار بتاعي شوحته. انا بحب شوربة الخضار اشوحها الاول في السمنة بتاعتي كده شوية، ويدوب يعني لونها كده يخضر ويفتح ويبقى حلو كده. انزل عليها بقى بميه بشوربه المتاح عندي. دي احلى شوربه خضار بتبقى حلوه كده، وناقصها بس كرفس لان انا ما لقيتش كرفس في السوق. فقلت مش مشكله، خلاص هنسيبها بقى تستوي كده يبقى 3/4 سوا. وبعدين هنحط البطاطس. البطاطس مش بنحطها معاها في الاول عشان عارفين طبعا ان البطاطس مش بتاخد سوا. فاول لما تلاقي الخضار بقى 3/4 سوا كده بس لسه فيه قرشه بسيطه، هننزل بالبطاطس بتاعتها وخلاص. وتملحيها بقى حبه كمون، رشه فلفل اسود، مكعب مرقه، حطي معاها ورق لورا وحبهان زي ما انا ما حطيت. وخلاص تبقى خفيفة كده وحلوة كده على المعدة. لو حد لا قدر الله عندكم تعبان أو حاجة. بصوا أنا بحاول والله، يعني حتى اليوم اللي قبليها بصوا كنت عاملة كمان لسان عصفور. لسان عصفور ده كان من اليوم اللي قبليها، وكان فيه كام قطعة فرخة فيه برضك. مش عايزين يعني هما يعني أكلتهم قليلة جدا. فإن شاء الله يبقوا كويسين، هما بياخدوا فلاجيل وبياخدوا أنتينال. فقلت لهم بقى ناكل شوربة الخضار كده مع بعض هشجعكم، مع حبة لسان عصفور. وبعدين بقى ايه نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا بقى نخش على الروتين بتاعنا اللي هيشجعنا ويخلينا بصوا يعني زي ما قلت لكم هيشجعك كده ويخليكي نشيطة. تقومي تلفي في الشقة كده ان شاء الله كده وتخلصي كل اللي وراكي. دخلت على غرفة النوم عندي انا، يعني اول مرة باين ان انا اصور فيها، انا مش فاكرة بصراحة. ما كنتش باحب أصوّر فيها، باحس إن الإضاءة فيها مش مضبوطة، مش عارفة، بس الحمد لله يعني لقيت الإضاءة متضبّطة. فقُلت إيه نعمل فيها روتين بقى، أنا عايزة بصراحة أروّقها يعني ترويقة حلوة. دخلت بقى كان في غسيل متطبّق، قُلت هاركنه على جنب عشان هاوريكم بقى شكل الدولاب، يعني عندي صدمة في الدولاب. شِلت بقى الشِلَت. قُلت إيه قبل بقى ما بنغيّر الملايات، يعني الملايات قديمة على السرير، قبل ما نشيلها هنبُص بقى عايزين نزعّف الحيطة بالموب، بالمقشة، بالزعّاف، أي حاجة عندِك. التنفيضة الحلوة للأوضة بتتعمل كده، تخشي كده على الأوضة تقولي بسم الله كده، تشمّري إيدِك وهدومِك وتبدئي بقى أي حاجة فيها تمسحيها بقى. زعّافي الحيطان كده زي قماشة معاكِ بردك وبخاخة تلمّعي كل حاجة، ونكنس ونمسح. هتلاقي الأوضة عندِك بُصّي بتبرق كده وريحتها زي الفل. مسكت الموب كده زي ما قلت لك وبدات امشي بقى على الحيطان كلها بتاعه الاوضه. انا مش هتعب نفسي، انا هعمل اوضه واحده بس النهارده مع الاكل الغدا بتاعي. بس انت مش تتعبيش نفسك، احنا مفيش حد بيلف ورانا. بس برضك احنا كطبيعتنا احنا ما ينفعش نقعد في مكان يكون مش نضيف. لا احنا مش عايزين حد يخش يعدل علينا، ايه حد يجي فجأة يلاقي حاجة مش مظبوطة او كده نبقى متضايقين محرجين. لا احنا بقى نخش كده كل يوم او يوم ويوم حتى نعمل حاجة واحدة كده بسيطة وخلاص. ما تتعبيش صحتك وما تهلكيش نفسك. برضك بنفس الموب بتاعي بدأت اعمل بيه الحيطة كلها والدولاب كمان من فوق. قلت عشان ايدي مش هتطول الدولاب، فبدأت اعمل بيه الدولاب من فوق ومن كل حتة. بصراحة حلو جدا، يعني انا عندي يعني حاسة ان هو خلاص قرب يبوظ فعايزة اجيب واحد تاني. لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو منك كده يدعمني، وتحطي لي لايكات كتير كتير. لايكات كتير ايه، هو لايك واحد بس. عايزاكم تكملوا معايا الفيديو لغاية الاخر، مش نخش كده نشوف ايه دقيقتين تلاتة ونخرج. لا عايزين نكمل الفيديو لغاية الاخر كده. اكيد هتاخدي منه فكرة، هتاخدي منه معلومة، إيه كده هتشجعي حتى على الاقل. فنكمل الفيديو لغاية الآخر كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص نفضت بقى الستارة والسرير من الخشب من فوق، وبدأت بقى خلاص ما دام أنا نزلت التراب اللي على الحيطة حواليا، هبدأ بقى ايه أغير الملاية براحتي أبقى أنا مطمنة كده، عشان الملاية الجديدة لما أفرشها ما يقعش عليها تراب من أي حاجة. يدي تنفيذة حلوة كده للسرير والمراتب كده. ونفرش بقى الملاية الجديدة بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم الملايات دي يعني عندي بقى لهم الحمد لله 12 سنه من ساعه الجواز يعني والله. ما عملتش للسرير الكبير ده غير يعني من ساعه ما اتجوزت ملايتين بس فصلتهم وخلاص. فيعني الحمد لله الواحد برضك بيحاول يحافظ على الحاجه
الحاجة دلوقتي ما بقتش رخيصة، الحاجة بقت غالية ومكلفة جدا. دلوقتي شوفي لو فصلنا طقم ملاية 400 جنيه. الأول كان برضك مش حاجة، كان رخيص، كان ب150 ولا 170 تفصلي طقم حلو. دلوقتي الحاجة كلها غالية. أنا نفسي يعني أنا زي ما باقول لكم أهو، يعني أنا عارفة إن الحاجة غالية وفي نفس الوقت أنا نفسي برضك إن أنا أجدد في أوضة النوم عندي جدا. بس من غلو الحاجة، عارفة الواحد ايه، مكسل، يعني يقول لأ طب لو معايا قرش او حاجة، الواحد مش عارف قدام ايه اللي ممكن يحصل، طب نستنى شوية يمكن الحاجة ترخص. فالله المستعان. فانت برضك لو انت نفسك ان انت تعملي حاجة او تجددي حاجة عندك في البيت، ايه، تغيري فرش السرير مثلا، تجيبي مرتبة جديدة، تجيبي جهاز عندك جديد، صدقيني والله بالصبر وبالتفكير نفكر كويس وندبقها بقى قرش على قرش على قرش كده، هتلاقي الحاجة بتاعتك اتجابت. بس قبل ما تجيبيها كده ما تستعجليش، فكري مرة واتنين وتلاتة، انت هتحتاجيها ضرورية دلوقتي ولا ممكن نصبر عليها شوية. بيبقى في أولويات احنا لازم نجيبها، ناخد الخطوة ونجيبها. بس ساعات بقى بيبقى ايه، الشيطان عامينا او تفكيرنا ما بيبقاش صح، فبنبقى ايه، بنروح نجيب حاجات ملهاش لازمة في بيتنا. لا، احنا نفكر مرة واتنين وتلاتة ان الحاجة غالية، فاللي هنجيبه دلوقتي يعني لو معرفناش نجيب الأساسيات، الحاجة الضرورية دلوقتي مش هنعرف نجيبها بعد كده. فمبقاش فرحانة وراح أجيب يعني حاجات رفاهيات، وأنا عندي حاجات أساسيات أنا محتاجاها بس مش واخدة بالي منها. ففكري حلو جدا، القرش اللي انت حوشتيه ايا كان بقى، جمعية حوشتيها من شغلك، من مصروف البيت، طلعتي شاطرة وبتعرفي تدبقي وطلعتي بتحوشي حاجة من مصروف البيت، حلو جدا. يعني انا بحب الستات اللي بيعرفوا يدبقوا دول، يعني بصوا، آه بجد يعني شابوه ليهم. لو ما بتشتغليش وقاعدة في بيتك وبتاخدي مصروف بيتك بتعرفي تشيلي منه حاجات بسيطة، قرش على قرش، حاجة بسيطة، تعملي مبلغ هتجيبي كل اللي نفسك فيه. متحرميش نفسك من حاجة. بس برضك دلوقتي زي ما قلت لك الحاجة غالية، فاحنا نجيب الحاجة بتدبير وبتفكير كويس جدا 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 قبل ما نجيب الحاجة، ونلف على مكان اتنين وتلاتة ونشوف الأسعار هنا وهنا وهنا، ما نستعجلش. خلاص. غيرت بقى معاكم وانا بنتكلم، غيرت الملاية ومسحت المسحة للدولاب كده وبدأت أكنس الأرض. انتوا عارفين طبعا انا بعد ما بكنس وبمسح برجع برضك ايه بالبخاخة بتاعتي برضك والفوطة، ولمع برضك الخشب عندي كله وكل حاجة. بصوا يعني روتين بجد يعني جامد، هيخليكي نشيطة. يلا بقى تشجعي، ما تكسليش. خلصي الفيديو كده وقومي تشجعي وخلصي اللي وراكي. جبتي بقى الشرشوبة بتاعتك جردل، وجبت كلوركس 5 في 1، كان بقاله فترة مش موجود عندي، فجبته أخيرا الكيس ب25 جنيه. فمش عارفة هو كده عندكم في المناطق كلها ولا لأ، ولا عندي غالي. يعني آخر مرة كنت جايباه ب20، معرفش غالي مرة واحدة 5 جنيه ليه. حطيت شوية كلوروكس اللي هو 5 في 1 في المية بتاعة المسيح في الجردل الشرشوبة، وقلت بالمرة بقى أبل الموب أو الزعافة دي، أبلها كده وامسح بيها ايه الحيطة كده. بصوا ريحته حلوة أوي، هو باللافندر، ريحته حلوة جدا، بيعقم، بصوا بيدي لمعة كمان على الحيطة، حلو جدا. وتحسي كده ان انتي عارفين العيد جه عندنا، هو ده. لما بعد ما تعملي بقى بالأول تشيلي التراب بيها وهي ناشفة، وبعدين تبليها كده وتعملي بيها الحيطان بقى، تحسي ان الحيطة بتطلع طراوة كده وفي نظافة، في ريحة حلوة قوي. يعني بصوا الروايح بقى حواليكي كتير بقى، والنظافة حلوة والله يا جماعة. يعني حتى لو الواحد قاعد في وسط ناس، يعني ايا كان ناس معاكي في العمارة او في البيت او في اي حتة كده، ناس مش لا، يعني ممكن وارد تقابلي ناس مش نضيفة او كده، لا انت خليكي انت نضيفة في بيتك. اتعودي اصحي على طول بدري، خلصي اللي وراكي. خلي بيتك جاهز كده، اي حد يجي فجأة يبقى بيتك جاهز كده ونضيف. حتى لو بتشتغلي زي كده، انا بشتغل وفي ناس كتير قوي بيشتغلوا وبيتهم زي القشطة. بالعكس ان في ناس كتير قاعدين في البيت ما بيشتغلوش، تخش بيتهم يعني تقول استغفر الله العظيم يا رب. يعني الحمد لله، انا يعني الحمد لله ربنا يا رب يديمها علينا صحة. مش معنى ان انا بشتغل او غيري بيشتغل يبقى معنى كده ان احنا بيوتنا وحشة او مش نضيفة، مهملين في بيتنا ومهملين في عيالنا. بالعكس خالص والله. يعني انا بتكلم عن نفسي وعن اي كذا حد اعرفه بيشتغل، يعني بيوتنا الحمد لله ولله الحمد زي القشطة يعني.
غير ناس كتير قاعدين في البيوت عندهم كسل. احنا الشغل لما بنخرج وبنروح وبنيجي الشغل بيدينا طاقة وبيخلينا نبقى نشيطين. ممكن بيبقى في ايام ببقى راجعة من الشغل تعبانة ومكسلة ومش قادرة اعمل اي حاجة، بس في ايام برضك ببقى راجعة نشيطة كده زي النهاردة كده. راجعة نشيطة مع اني كان عندي شغل والله بس مش كتير يعني بصراحة. راجعة نشيطة نفسي مفتوحة للشغل. شمرت ودخلت المطبخ ظبطت دماغي. يعني اول حاجه اظبط دماغي كده واظبط مزاجي، حتى لو هاكل شوكولاتايه هسعد نفسي بيها خلاص. شوكولاتايه بقى، كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، حسب ما انتي ما بتشوفي مزاجك بتتظبط بايه. المهم تسعدي نفسك، تقعدي على الموبايل شويه، تتفرجي على حاجه على التلفزيون، نصلي، خلصي بقى الحاجات دي. خلاص بسطتي نفسك كده وبقى المود بقى حلو. قومي بقى خشي تخلصي اللي وراكي. بس اتشجعي. انا بقى جيت النهارده لقيت نفسي شجاعه كده ومتشجعه. دخلت قلت اخش بقى اوضه النوم بقى، بصراحه سايباها بقالي حبه يعني بقالها يجي اسبوع او 10 ايام من اخر مسح. انا كنت انا مسحها يعني بقالها اجي 10 ايام. قلت لا بقى نمسحها كده ونغير الملايات ونظبطها بقى. جبتي بردك البخاخه. ايه ده احنا بنتكلم بقى عمالين نتكلم وما قلتلكوش انا عملت ايه. جبت البخاخه بتاعتي حطيت فيها شويه ميه وشويه كلوركس 5 في 1، وبالفوطه اللي كانت معايا الحمرا دي بدات بقى المع الدولاب تاني، المع الديب فريزر، المرايه، الوشاش بتاعت الكهرباء، الكوبسي بتاع الكهرباء دي. نلمع كده بصي امسحي، بيبقى فيه حاجات كده مطرح ايدينا على الحيطه ومطرح ايد الولاد على المرايه وعلى الحاجات دي. بصوا هتلاقي الدنيا عندك كده بتبرق كده وريحتها زي الفل كده. خلاص خلصنا وفرشنا الارض نشفت فرشناها تاني بالحافظة. انا مش حاطة سجادة في الأوضة دي، الجو حر ففرشة الحافظة دي بس. الحافظة دي حلوة يعني بصراحة مش بتتلم وتتزحلق. خلاص رجعتي بقى الشيلت بقى وكل حاجة. تعالوا بقى اوريكم الكارثة اللي عندي في الدولاب. يعني بصوا من غير كسوف يعني ومن غير تنمر. ماشي اوريكم بقى الدولاب عندي فيه ايه. يلا بينا نفتح نقول بسم الله. شايفين المنظر ده؟ هو المنظر ده. انا عمري يعني مفيش يعني دولابي انا حتى ما بيبقاش كده. يعني اقول لكم ماشي ممكن دولاب البنات يبقى كده ساعات من ايديهم ياخدوا الحاجه ينكشوا كده، لكن انا دولابي مش عارفه كده ليه. ممكن اقول لكم من امتى، من ساعه ما رجعنا من المصيف بقيت مهمله فيه شويه، ما بقيتش اطبق، بقيت احط الغسيل متطبق بس ايه بقى، اجي ادور على حاجه مستعجله الدنيا تبوظ، ما بعدلش ورايا. مره على مره على مره وصل بقى للشكل ده. قلت له لا، احنا خلاص روقنا الاوضه ومسحناها وبقت على سنجة 10. نطلع بقى الهدوم بتاعتنا على السرير كده ونقعد نطبقها. مسكت رف رف كده، ما طلعتش كله طبعا مش هعمل كربكه قدامي. مسكت رف رف، ده كان الرف الصيفي، طلعته كده وبدأت بقى افرز بقى العبايات لوحديها، البيجامات لوحديها، الكاشات لوحديها. برضك وانت بتعملي الحركة دي في الدولاب عندك او عند ولادك، اقعدي افرزي كده الحاجة برضك. ممكن حاجة عندك تبقى صغرت عليكي، هتلاقي في كذا حد يستنفع بيها، اختك، صاحبتك، حبيبتك، جارتك. ما لقيتيش حد حواليك يستنفع بيها، في ناس كتير او غلابة يعني، في ناس كتير هتحتاجها. مش معنى ان احنا ندي لاخواتنا او ندي لحبايبنا واصحابنا ان هم غلابه، لا يا جماعه، احنا يعني احنا بناخد وندي مع بعض عادي. انا مش هستنفع بيها ومش هستعملها، انت ممكن تستعمليها. بصوا بقى عايزه اقول لكم ان العبايه دي عبايه فسكوس بنص كم. دي كانت بتاعه مامتي الله يرحمها، يعني مامتي لما توفت انا خدت منها عبايتين، الكحلي دي وواحده تانية لونها اورنج، بس دي كانت في سابة الغسيل يعني انا برتاح فيهم جدا. فدي كانت من روح مامتي يعني الله يرحمها، يا رب يغفر موتاها يغفر لهم ويسامحهم ويسكنهم يا رب في فسيح جنات، ربنا يرحم امي يا رب. والعبايه الحلوه البيضه دي كانت برضك العبايه بتاعه التنجيد بتاعي. يعني بصوا انا بطبق بقى الهدوم كده معانا عيد الذكريات بقى. دي كانت بقى لها 12 سنه عندي، كانت اختي جايباها لي من السعوديه. كانت هي يعني مسافره في السعوديه وهي جايه جايبتها لي بقى عشان البسها في التنجيد. برضك يعني ما لبستهاش تاني بعديها، يعني اتغسلت وخلاص. بس فبصوا عمالة بقى أطبق الغسيل، وفي حاجات بقى كل ما تقابلي حاجة كده واخداها من حد، أختك، صاحبتك جايبها لك هدية، فبنقعد نفتكر كده ونعيد الذكريات. طبقت بقى الحاجات بتاعتي كلها الصيفي اللي كانت على الرف ده، ودخلت بقى مسحته بردك بالبخاخة فيها كلوروكس ومية وبالفوطة كده نديها لمعة كده ويبقى ريحته معطرة وحلوة.
مش هتحتاجي بقى تحطي حاجة تانية بقى في الدولاب. يعني في ناس بتحط صابون بريحة، ناس بتحط اللي هو اسمه ايه ده، في مخمرية كده حجر بتتحط. لا ما تحطيش حاجة. هو الكلوروكس باللافندر ده ريحته حلوة جدا. مسحنا الخشب ومسحت المشمع، ابدا بقى ايه ارص الحبايات بتاعتي. خدي بقى جولة كده في الأوضة، وانت طول ما انت بتعملي الأوضة بتاعتك، مثلا أوضة الأطفال، أوضة النوم، الأنتريه. مش معنى ان انا داخلة أوضة النوم ان انا يا دوب هغير الملايات وامسح واطلع، لا طبعا. خدي جولة فيها، يعني عينك تجيب كل حاجة اللي ناقص في الأوضة عايز يتعمل. ممكن تحت السرير ابقى بقالي فترة كتير ما عملتوش اعمله. الدولاب مثلا زي ده انا عارفة ان هو مكركب، لا افتحه واعمله. ما كسلش، اخد يعني انتهز الفرصة ان انا سخنة كده، جسمي سخن وبمسح وبعمل. انتهز الفرصة بقى افتح كده واخلص كل اللي ورايا. خلاص شلت بقى العبايات السودا على جنب والبيجامات وكل حاجة. طلعت بقى على الرف اللي فوق اللي انا حاطة فيه ايه، حاطة فيه الملايات والدفات بتاعت السراير والفوط، الحاجات يعني اللي هي بتاعت المفروشات بتاعت السراير، السرير الكبير. لان البنات هناك عندهم في الاوضه بتاعتهم الدولاب حاطه فيه برضك الحاجات بتاعتهم، حاطه لهم الملايات والفوط بتاعتهم هناك. فدي حاجات بس مقتصرة علينا احنا بس، على الأوضة بتاع الكبيرة. مسحت بردك الرف وكل حاجة، وقعدت بردك ايه اطبق الملايات. ما بصدق يعني عادي، هقعد اطبق دقيقتين 3 5 دقايق واقوم بردك بريح جسمي، ما برهقش نفسي. مش يعني ممكن تلاقوني في وسط الروتين وانا بعمله كده هي عادي، رحت شربت كوباية شاي وجيت، عملت سندوتش وجيت. طبعا المغرب اتدنت عليا، سبت الدنيا ورحت صليت ورجعت تاني. فمش هنفضل شغالين يعني على طول كده، لا احنا عادي، حياتنا عادية خالص، روتيننا بتاعنا عادي خالص، محدش واقف مستنينا على باب الشقة بيدور علينا. لا احنا بنعمل الروتين بتاعنا بالراحة كده وعلى مهلنا، وفي نفس الوقت ما قصرناش في بيتنا ولا في شقتنا. خلاص طبقت بقى، حطيت الملايات. بصوا الرف الملايات الاولانيه اللي متطبقه الحلوه دي انا لسه ما استعملتهمش دول، يعني من جهازي متبقيين ملايتين 3 كده. واللي عليهم دول بقى اللي هبدأ احطهم دول بقى، دول انا بقى ايه بستعملهم. كل عيد كده طلع واحدة جديدة، افصل واحدة جديدة حسب بقى ايه الميزانية. ربنا يرزقكم ويرزقنا ويوسعها علينا وعليكم جميعا يا رب. أنا نفسي والله اعمل تجديدات كتير في المطبخ وفي اوضه النوم. يعني بصوا، فعارفين الشيطان بيلعب في دماغي اليومين دول. يعني ممكن نخش جمعية صغيرة كده ونشوف، الله اعلم. وقولوا لي بقى اعمل تجديدات في اوضه النوم ولا في المطبخ لو انا هعمل يعني ان شاء الله. بص بقى شكل الدولاب بقى خلاص بقى تحفه، يعني اتظبط كله، والرف الاخير تحت ده بحط فيه البياضات بتاعه الركنه، وبقى متظبط وكل حاجه. وادي شكل الاوضه بتاعتنا بقت جميله، حطينا كوفيرتا كده بشكل حلو، او حتى من غير كوفيرتا خالص. كفايه النظافه نفسها، ايا كان حتى عفشك قديم او حاجه ستايل قديم او موضه قديمه، هي النظافه دي اهم حاجه. مش بالغلو والفرش ولا باي ولا برخص ولا باي حاجه، النظافه دي اساس اي حاجه. ممكن يبقى حاجه ناس قاعده في قصور وفلل او في شقق وفرشهم غالي وحاجات موبيليا غاليه، بس ناس مش نضيفه فملهاش لازمه. اهم حاجه النظافه. خلاص طفينا بقى النور والأوضة بقت زي العسل كده. نخش بقى. انا كلت مع الولاد الصبح، يعني لما جيت من الشغل بقى مش هكدب عليكم، كلت معاهم حبة شوربة خضار كده. وبعد ما خلصت الروتين قلت ايه، انا عارفة ان انا عندي ايه، كان بواقي كده حاجة في التلاجة. عندي الحلة دي فيها محشي بقالها يومين في التلاجة. فاكرة انا عاملة محشي من امتى، من يوم الجمعة. بس بعديها بيوم عملت ورق عنب، واتبقى بقى الحلة دي عبارة عن بتنجان على كوسة على ورق عنب. وعندي كام صباع ممبار بردك كانوا في الفريزر مسلوقين، نزلتهم. وكان عندي العلبة فيها حبة سبانخ، دي كانت سبانخ كنت عاملاها بردك كده من غير ما اصورها، طلعتها. يعني بصوا نضفت التلاجة بقى، احنا في اخر الشهر، فمش حمل ان احنا نجيب اي حاجة، ومش عايزين نجيب اي حاجة من بره، احنا نقضيها اليومين دول اي حاجة. نزلت الممبار، كنت منزلاه يفك قبليها بقى، فك كده هو كان مسلوق يعني الحمد لله. هحمره، وحطيت المحشي على البوتاجاز كده على نار هادية، وهنسقسقه كده بحبة شوربة او حبة مية صغيرين عشان ايه، يسخن بس فيها.
وخلاص. وعندي شوية سبانخ اللي عايز ياكلهم ياكلهم، بس انا ما عنديش حد مرضوش ياكلوها فرجعتها تاني التلاجة، وشكلها في الاخر يعني هتترمي، مع اني اصلا مبحبش ارمي اكل خالص. بس يعني بصوا السبانخ كنت انا طبعا مفرزاها يعني اخر الشهر برضك الواحد بيحب يطلع كام حاجه كده من الفريزر يمشي بيها دنيته. وادي الاكل بقى، بصوا اتغدينا مرتين في اليوم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتكتبوا لي كومنت حلو منك كده، انا عارفه ان انا شجعتكم كتير وطولت عليكم. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.